ازيكم يا جدعان. رحت المدينة زي ما انتم شايفين هنا. دي المدينة يعني انا عايش في مكان اسمه اكاديم، يعني زي مركز ومحافظة او مثلا قرية ومدينة. فانا عايش في اكاديم ورحت على المدينة نوفو سيبرسك نفسها. فقلت لازم ان انا اشتري اكل واجربه معاكم. طبعا هنا انتوا عارفين في روسيا ان في براندات كتير قفلت، يعني مثلا زي كنتاكي دلوقتي اسمه روستكس، وده طبعا ملوش دعوه بالمقاطعه ان اصلا ده براند روسي. كذلك الامر ماكدونالدز قفل كل فروعه، او ما نقدرش نقول قفل، هو ايه، الملك ليه ساب روسيا ومشي، ودلوقتي اللي ماسكه شخص روسي ملوش دعوه باي حوارات تبع المقاطعه، يعني ده مكان ناكل منه عادي جدا. تمام. فدلوقتي سمى نفسه كوسنا ايتوتشكا، اللي هو معناه لذيذ وبس، يعني دي ترجمه حرفيه شويه، اللي هو تقدر تقول يعني لذيذ وحلو كده، يعني فاهم، بس عشان ما نعملش بس ترجمه جوجل. فهنروح نعمل من عنده اوردر وهاخده معايا على البيت، عشان خاطر مريانا كانت بتقول لي هنعمل ايه اكل النهارده، فانا قلت لها اطلع اي حاجه من الفريزر مش عارف ايه، لكن ندخل عليها بالسندوتشات نفاجئها، وبرضه اخليها تطبخ تاني بالليل، احنا لسه في الظهر يعني انا عايز اكل تاني يعني. فهنروح نعمل الاوردر ونشوف الدنيا عامله ازاي، ويخليكم معانا. هنا ده في كوسنا ايتوتشكا اللي انا بقول لكم عليه. هنروح نعمل اوردر من جوه، يعني مش هنعمل اوردر من المكنه نفسها، هنعمل اوردر من الموبايل، عشان خاطر بيكون فيه خصومات وكوبونز وحاجات زي كده بتكون موجوده على الابلكيشن. فهندخل ونشوف الدنيا. ده هنا في كوسنا توتشكا زي ما انتم شايفين، كوسنا توتشكا كل حاجه. احنا ممكن نطلب من المكنه دي، ولكن احنا عايزين نطلب من الابلكيشن. دلوقتي احنا قعدنا عشان خاطر نطلب الاوردر من الموبايل، فيا رب الموبايل ما يفصلش. ده طبعا الابلكيشن هنسيبنا من كل الكلام ده، هنيجي هنا مع بعض على الكوبونز. انا بقول لك طبعا تطلب ب1 روبل ناجتس لو انت طلبت اوردر ب 389 روبل. هننزل على الحاجات المهمه، يعني انا بفضل الكومبو ده او البيج هيد ده، فانا هنا هطلبه. هنا المشكله في الابلكيشن بيديلك عروض ايوه، ولكن ايه، انت بتقدر تطلب واحد بس من الابلكيشن دلوقتي. فانا هقول له ان انا عايزه، وكمان عايزين نطلب حاجات تانية عشان يعني نجرب اكتر من حاجة. فهنطلب شوية سندوتشات من هنا تمام بنفس الطريقة، وهناخدهم معانا على البيت وهنقيمهم هناك قدامكم. احنا اشترينا الاوردر بتاعنا، حاجات كتير هي، فهنروح البيت ونفتح كل حاجة ونجربها معاكم، ويلا بينا. ايه ده؟ فين الساندوتش اهو؟ طبعا سمون مش بتستنى طالما في فراخ، فالسندوتش بتاعها فيه فراخ اهو. طبعا زي ما انتم شايفين العيش يعني حلو لحد ما، على قد سعره، لان هو كانوا سندوتشين ب 165 روبل، هتاكل منهم واحد دلوقتي واحد لما ايه نوصل عند مريانا. فادي السندوتش فيه مايونيز من جوه، مايونيز وفي كتير، مايونيز كتير، وفيه فراخ. فسمون هتاكل وتقول لنا الانطباع بتاعها ايه. الانطباع لسه انت اللي قاطمه. هم حاطين مناديل ناس محترمة، لسه ما وصلش للتذوق ولا سموه. طعمه حلو فراخ. طعمه حلو فراخ يعني. طعمه فراخ يا جماعة. ماشي. طعمه حلو، تحسه طازة يعني. مستاهل الفلوس يعني، مستاهل الكوبون. كم من 10؟ 65 يستاهل الصراحة. كم من 10؟ اعطيله 9 يعني، عشان مفيش حاجة توب الصراحة. عشان فراخ ولا الكمال لله وحده. الكمال احنا كده دخلنا في الجامعة في مصر. الكمال لله وحده. نوصل البيت ونكمل معاكم تاني. دلوقتي احنا جبنا الاكل، داخلين على مريانا، يلا بينا. مريانا عادي، انا جيت عادي يعني. خرب البيت بس. انت هتطبخ بالليل. يلا. لولو وصلنا البيت زي ما قلت لكم في كوسنا توتشكا، مش ماكدونالدز خالص. فهنطلع الحاجات اللي اشتريناها مع بعض ونوريكم كل حاجه والريفيو بتاعنا عن الاكل. انا بحبه بصراحه، بس هتشوفوا السندوتشات يعني. طلع هتعمل اكل بالليل برضه. مناديل، ناس محترمة، ناس كريمه.
بقى ماريو هيبقى يوريكم ده البيج ماك. لان هو اللي بيحبه. اوكي ده بيكون عيش، وهنا بيكون في برجر، وهنا بيكون في جبنة ومايونيز، وكمان بيكون في اللي هو الخاص ده. فالسندوتش بصراحة أنا بحبه جدا، وده تمنه لو لوحده 198 روبل، يعني بنتكلم في 100 جنيه مصري. أكتر كمان؟ يعني لو هنقسم على 2 دلوقتي مصر بجنيه عادي 98. لا مش كده. 98، 87. ده السندوتش اللي انا تاني. وريتهم له اللي انا اكلته. ده سيمون اللي كانت في العربية كلت زيه. سندوتش كده فيه عيش، مايونيز، خس، فراخ طبعة عيش واحدة. بس العيش بتاعها حلو. أنا عايز ده حاجة ممكن تحطيها هنا. ده اول حاجه. أنا آكل خس. 2. اوكي. ده كيس الكوبونات. ده هنا حاطين لنا صوص. انا نسيت ان انا اختار الصوص اصلا، بس ان شاء الله يكون كاتشب او حاجه. دي صوصات غالبا جبنه ممكن كاتشب. خد الكاتشب اهو. وانا هكمل لكم بدل ماريو شويه. ماريو بيقوم بالواجب الابوي مع اولاده دلوقتي. جيب العائلي 4 ناجتس ب1 روبل على فكرة، ب1 روبل. 1 روبل ده عشان عنده كوبونات. كوبونز. هو بيشتري من المحل، فطبيعي ان هو على الابلكيشن. لا هو كان غالبا ان اشتريت اكتر من 300 وحاجة بتاخد 4 ناجتس بروبل. واحيانا بتشتري سندوتش كامل ب1 روبل لو معاك يعني كوبونز. خصم او معاك كوبونز. دول 4 تمام. دول 4 دول الاطفال بس عادي انك الاطفال الكبار. ده سندوتش تاني اعتقد نفس السندوتش اللي بيج ماك ماريو. تاني يس. يامي ده بيج ماك. احنا ليه بنقول بيج ماك؟ عشان هو بيج. ايوه بس هو مش ماك. هو بيج في كوسنة توتشيكا دلوقتي. فعلا ده نفس اعتقد نفس السندوتش السابق الصغير. انا مش عارفه ليه دايما بفتحه مقلوب يعني، بس عادي ممكن نعمل كده وبعد كده عادي نرجعه كده. شايفين العيش بتاعه طري خالص. حلو هو كان فعلا. سخن وكان على جميل. فكره ده لسه محتفظ بسخونيته. الحمد لله. ده مايونيز مايونيز. كتير وخس والفراخ طبعا مش أوفر حاطين كاتشب. مايونيز. الحمد لله انا مش بحب الكاتشب جوزك وبنتك بيحبوا. للاسف. دي مناديل كتير احسن عشان الصوص ينزل من هنا تلاقي حاجه تمسح فيها ايديك من هنا. ايه ده؟ واو. ايه ده؟ You will see. اوه ده شو الجمال. هوريهولك ثانية. ممكن نعمل كده، نودي الصوص كده كده وافتحهولك. احاول افتحهولك. تحي العلبة نفسها. بس العلبة مقفولة من جوه. ممكن اعمل كده كده. ايوه شيلي على ايدك. بس ده فراخ بقى مش لحمة. وفي يعني. طماطم انا شايفة. بصي العيش طري برضو وفي سمسم. نفتح. واو. خس كتير، مايونيز كتير، في طماطم وفراخ وفي جبنة. دي سلايس الجبنة على فكرة. ايه جبنة هنا وجبنة هنا. 2. الناس دي كريمة قوي. كريمة يا خيه. في ايه تاني؟ في لسه في حاجة تاني؟ هو ده كان فوق البيع شكله. هفتحه مقلوب. لا افتحيه كده معدول. ايوه كده مقلوب. ده سندوتش صغير خالص بس العيش بتاعه ايوه معلوش سمسم ولا حاجة بس طري خالص. ميني برضه. ساندوتش. انا بحب السندوتشات دي اللي مفيهاش حاجة كتيرة. انتي بتحبي العيش اكتر. اي حاجة فيها عيش بحبها اكتر من اللحوم نفسها. العيش بتحبه اكتر من الحشو، يعني يبقى عيش وحاجة بسيطة حشو. بصي حاجات أنا كتير. هسيب ده لماريو. انا هدوق في الحاجات 2 منه على فكرة. ما انا عارفه بس ممكن باخد قطمه منه. انا مش من الناس اللي هي بتحب الحاجه الضخمه هدوق ده. ماشي. بس هحاول امسك كده كده كده. طيب اهو يا جماعه اللي هدوقه تمام. عباره عن فراخ وخس ومايونيز والعيش. انت جوعتينا بالرياكشن ده. حلو. الفراخ طريه خالص. خلتنا جوعانة. انا اكلت ما فيش ساعة هتخلينا جوع تاني. الله لا والعيش يسامحك. طري. تحس انك ايه هتخلص السندوتش هتاكل غيره وراه. بالظبط. كنت فاكره ان المايونيز هيغطي على طعم الفراخ يعني كتير وكده، لكن لا طعمه حلو خالص. هاخد واحده تاني قطمه تاني. خلي بالك عشان لسه في حاجات تانية. ما ينفعش اكل ده بس خلاص. لا. طيب بصوا يا جماعه بصراحه طعمه حلو على فكره. هم هنا عاطين تحميصه للعيش
ولسه محتفظ بطراوته، يعني مش ما كريسبي او حاجه، لا طري خالص، في سمسم. الفراخ طعمها حلو، والفراخ من جوه بيضه، شايفين؟ صحي مايونيزين. الفراخ من جوه بيضه. فايده المناديل في حاجه. لا تمام. فايده المناديل بس. ده لا انا ادي ده 12 من 10 عادي. ايه 15 يا من 10. ستي بايش هو للدرجة سعره دي؟ كام؟ انا مش فاكره الاسعار. هو كان هو واحد تاني ب165. ده ب 165 هو واحد كمان. يعني دبل. الاتنين يس. 2 ب 165 يعني تقريبا في حدود 90 مصري. 2 ده 165 90 مثلا. ده ولا حاجة، ده ولا حاجة حرفيا. لا ده تحفة، يا ريت تجوا اديته تجربوه. 9 من 10. اديته 9 من 10 كمان لله وحده. لا احنا مش في الجامعة هنا. نفس يا سبحان الله. ماريو قال لي نفس 10 الرأي. من 10. الرد اللي هو شغل الجامعات المصرية. لا ده فظيع. انا هجرب لك واحد بيج ماك وانتوا تجربوا الباقيين. وي كبير. ده بيج ماك، ده التاني فراخ، ده لحمة، وفي واحد. سلايد جبنة، وفي دي خس، قطعة طبعا لحمة وجبنة. بص هو انا هقول وخس. لكم ان قطعة اللحمة هي رفيعة. طبيعي. تتبيلتها حلوة خالص وطرية وجوسي، ومن تحت جوسي. جبنة خيار. جبنة وخيار شايفة مخلل الخيار ده؟ شايفة؟ وخس. وخس الراعي ومايونيز. الرسمي لأي أكل. طيب هوب. ده انا لازم اعمل 1 Yes. 2 3. يعني كتير تو ماتش على البوج. عملت هنا مايونيز. عملت مايونيز فوق بوج. تاني. ايوه. ايه رأيك؟ طعمه حلو خالص. انت شكلك جعانة. لا انا فطرانة على فكرة. هو غالبا كده اللي عاطي طعم ان العيش طري، وغير كده ان اللحمة اللي جواه جوسي خالص، مع اني مش بحب الصوصات لكن عطيها طعمه برضو. سبحان طعمها الله. حلو خالص. هو بس الناس اللي بتحب اللحوم زيادة والحاجات دي هتقول لك ان القطعة رفيعة خالص. يعني نشوف رد فعل جوزك. يعني لو قربت الكاميرا كده هتشوفي ان السمك حاجة بسيطة جدا خالص. بس هي طرية خالص، يعني طرية وجواها عصارة، يعني جوسي فظيعة. لا حلو. بكام ده؟ لا مش عارفة. كان بيقول ب200 غالبا. قال يعمل حاجة 100 مصري، 100 وحاجة مصري. لا ده ممكن يكون كان ب249 هو حاجة تاني او ب355 كان اغلى حاجة. كده لا ده حلو خالص، لانك يعني 249 غالبا. قطعتين مع جبنة مع خيار مخلل مع لا فظيع. هو العيش طري، اهم حاجة ان العيش يكون طري كده بيساعد انك تاكل وتحس نفسك عايز تاكل تاني. لا انا حبيته ده حلو. ده احسن من التاني، من الاولاني اللي اديتي 12 15. هو مش حكاية احسن، بس الفكرة ان التاني سعره حلو خالص، ده ممكن يكون سعره اغلى شوية. معقول. ده انا حاسة ان التاني الاولاني بالنسبة لي سعره رخيص، وانا بالنسبة لي مش بعرف اضغط على الحاجة الضخمة، مش حاجة بس كتير. هو لو حد جعان يشبع من التاني. لكن لو حد يعني عايز 2 هيجيب ده الاولاني. الاتنين ب165 هيبقى سعره مناسب. فانا 165 بحب الاولاني اكتر عشان كده مش اكتر. الناجتس صح. هنا هو انا كنت مخليها الاليرونا بس تمام. هي بتاكل ناجتس. بتحش القشرة وبتاخد اللي جواها. تمام. حلوة. انت عارفة المشكلة اكله كله دافئ بسيط بس طعمه لسه حلو. يعني الحمد لله ما فقدش طعمه خالص. اما ده لو سخن كان هيبقى احنا جايبينه من المدينة، يعني حوالي ساعة الا ربع. يعني من ساعة لساعة الا ربع وهم جايين في الطريق، وما فقدش يعني طعمه حلو. فمعنى كده ان هو لو سخن كان هيبقى طعمه احلى كمان. حلو خالص. اكلها كلها خلاص بقى بلانا والشفا لاولادي وماريو يكمل معاكم. بما ان انا اللي طلبت الاوردر فانا عارف الدنيا كانت ماشيه ازاي. اولا السندوتش ده اللي هو كان بيج ماك، ده اللي هو مكتوب عليه بيج تشيكن، ده عباره عن يعني سندوتش فراخ زي بيج ماك بس بقى ده بيج تشيكن. هنا بس في قطعه فراخ واحده، هو بدل ما يعملوه دورين تقريبا هم عاملينه دور واحد وواسع. ادي في فراخ اهو زي ما احنا شايفين، والجبنه لزقت من تحت، كمان في هنا طماطم وفي جبنه تاني من فوق وخس وكل حاجه ومايونيز.
ده كان معاه الصوصات والبطاطس اللي هي بردت وبنتي اخدتها، مالناش دعوه. انا طلبته لوحدي بصراحه عشان انا برضه بحبه زي البيج ماك، وزي ما وريكم في الفيديو ايه ان في الفرق جبنه بينهم؟ وكل حاجه. الفرق بين بيج ماك وبيج تشيكن ان ده دورين وفيه امال ده ايه؟ ما ده هو ده. هنا في الفراخ ده هو ده، بس يعني في واحد منهم طلبناه لوحده وواحد طلبناه تبع عشان كومبو. الكوبونز. بس بالنسبه للسندوتشين دول في سعرهم 165. سندوتشين يعني جامدين وشكلهم حلو والعيش بتاعهم كويس والفراخ والكميه كلها تمام. فانا حبيت ان انا اشتري حاجه وانا داخل البيت كده عشان خاطر الغداء، وبعد كده في العشاء برضو هنعمل اكل تاني. شكرا ان انتوا شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي، ونشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.